السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم حبايبي وأهلا بكل متابعين قناة سلوى في المطبخ. النهارده إن شاء الله جايبين وصفة حلوة بإذن الله وتبقى سهلة عليكم وتعرفوا تعملوها. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض مربى البرتقال، إن شاء الله تعجبكم وتكون طريقتها سهلة كده، وإن شاء الله أي واحدة حتى مبتدئة تقدر تعملها. دلوقتي البرتقال حلو قوي في الأسواق والموسم بتاعه جميل ومتوفر بكثرة وسعره رخيص على قد إيدينا برده. فإن شاء الله أنا معايا دلوقتي الكمية اللي معايا، الكميه طبعا مفتوحه لحضراتكم، اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. دلوقتي انا معايا 2 كيلو برتقال ومعايا كيلو سكر ومعايا عصره ليمون. هاخد عصره ليمونه، دي المكونات اللي عندي، بس في تكنيك معين هنمشي عليه ان شاء الله عشان تطلع معاكي ناجحه وزي بتاعه المحلات بالظبط واحسن كمان ان شاء الله باذن الله. بصوا حبايبي، دلوقتي انا هعمل مربى البرتقال بس على طريقتي انا، يا رب تعجبكم باذن الله. في ناس بتقشر البرتقال وفي ناس بتبشر القشر ده، بتبشر القشر الخارجي بتاع البرتقال ده بس ما بتوصلش للابيض اللي جوه، الالياف البيضاء اللي جوه بتاخد القشر بس فقط وبتستخدمه في مربى البرتقال. بيديها قوام وبيديها طعم برده، بس انا عن نفسي انا عملتها قبل كده بقشر البرتقال كده، الصراحه ما حبيتهاش، فانا هستغنى عن قشر البرتقال خالص، هقشرها وهوريكم ان شاء الله بعد ما قشرتها هيبقى شكلها ازاي، لان مش عايزه طبقه الالياف البيضاء اللي بتبقى جوه تحت القشره. تمام، هقشرها وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي اهو بعد ما قشرت كل كميه البرتقال اللي عندي، رجعت لكم تاني. على فكره وخد مني وقت شويه بس في التقشير بتاعها، علشان انتوا شايفين انا مش عايزه الالياف البيضاء او القشره البيضاء اللي بتبقى تحت ديت او على البرتقانه دي، انا مش عايزاها نهائي علشان ما تمررش معايا المربى بتاعتي. لا انا عايزاها تكون كده، شايفين انا فضلت وراها لحد ما جبت اخرها خالص، ما خليتش اي حاجات من البيضه دي بقدر المستطاع على قد ما قدرت بقى في التقشير. زي ما قلت لكم في ناس بتبشر القشر وبتستخدمه مع البرتقال في المربى، لكن انا ما بحبش الصراحه القشر، طعم القشر خالص في المربى. انا عايزه البرتقال بس هو اللي انا اعمله مربى. وما تيجي لو عملتيه بالطريقه بتاعتي ان شاء الله لما تجربوه باذن الله ويعجبكم، تشيلوا الالياف البيضاء او القشره البيضاء بعد ما تقشروا، ما تخليهاش خالص عشان ما تمررش معاكم وتعمل ريم ورغاوي بيضه كده على المربى وتاثر في مده الصلاحيه بتاعتها وتبوظ معاكي بسرعه. تمام، تعالوا دلوقتي بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي يا حبايبي اهو الكميه اللي عندي قشرتهم. دلوقتي انا المفروض ان انا اخد البرتقال بقى وهجيب البلانشه بتاعتي وهخرط البرتقال ده اهوت قطع صغيره، طبعا على قد ما تقدري تخليه طبعا من البذر. هي انا هشيل طبعا القطعه دي خالص، استغني عنها اهيت، والتانيه برضو نفس الوضع كده اهي، وبرضو هاخد دي كده اهي. انا مش عايزه بقى القطعه دي خالص، دلوقتي بقت نضيفه خالص معايا اهي. دلوقتي اخرطها بقى قطع صغيره كده اهيت. تمام، لحد دلوقتي ما فيهاش صعوبه. جبنا البرتقال بتاعنا غسلناه، الكميه طبعا اللي انتوا عايزينها، غسلناه قشرناه كويس، شلت القشره البيضاء اللي عليه، وبعد كده ببدا ان انا اخرطه اهوت. تمام، الطريقه دي جميله جدا جدا وسهله، وان شاء الله تضمني ان هي تعيش معاكي وقت طويل ولا تبوظ، وان شاء الله ولا يحصل لها اي حاجه. وفرصه دلوقتي البرتقال موجود بكثره في السوق وسعره كويس ورخيص وعلى قد ايدينا يعني. طبعا حاجه نظيفه وحاجه جميله، احسن من نروح نشتري الحاجات دي من بره. البرطمانات المربى تكون غاليه وطبعا عليها مواد حافظه. دلوقتي احنا بنعمل حاجه صحيه وحاجه نظيفه لاولادنا في البيت. وعلى فكره المربات ان شاء الله هنعمل انواع كتير من المربات وفاكهه كتير موجوده دلوقتي في السوق، مش هقولها لكم بقى عشان ما احرقهاش. الفيديوهات بتاعت المربات مش هقولها دلوقتي عشان ما احرقهاش، بس ان شاء الله انتظروا مني فيديوهات حلوه قوي في انواع حلوه للمربات باذن الله. وهنبدا طبعا نشتغل بقى شويه في الحلويات، ونسيبنا بقى من جو السلخانه وحلويات المطبخ اللي احنا كنا شغالين فيها دي، الكرشه والفشه والحاجات اللي محمود كمان عملها. فاحنا بقى نغير شويه ونطلع من المود. هنبدا بقى نعمل شويه مربات وشويه حاجات حلوه كده باذن الله تعجبكم، وشويه طبعا حلويات بقى، في حاجات كتير طلبت مني معينه ان شاء الله باذن الله هعملها لكم. بس معلش سامحوني، انا مش هقدر ان انا اقول على الحاجات اللي انا هعملها واشتغل فيها، لان معلش هي الافكار بتتسرق وكده، كل واحد بيحتفظ يعني بشغله. بنطلع الحاجات دي بس في الوقت المناسب، بس بقول لكم على الحاجات اللي في نيتي اللي ان شاء الله ان انا اشتغل معاكم فيها في الفيديوهات الجايه باذن الله. كل اللي انا عايزاكم بس ان انتوا تشجعوني، تشجيعكم ليا هو ان شاء الله اللي زي ما بقول لكم دايما هيخليني استمر، لان دي قناتكم قبل ما تكون قناتي.
دي قناتكم انتوا. وباذن الله انتظروا مني فيديوهات روتين في البيت والكلام ده، وريفيو عن البوتاجاز. طبعا طلب مني حكايه البوتاجاز بتاعي ده كتير جدا جدا جدا، ازاي هعمل لكم ريفيو عنه باذن الله، وهقول لكم انا بنضفه ازاي، لان في ناس كتير جات لي اسئله عليه بيقولوا لي يا سلوى انت ازاي بتنضفيه وبتخليه فله كده معاكي. دلوقتي انا هخليه كده، هنزله في طبق كبير اهوت واسع او غويط عندك اهوت. تمام، شيل القشره دي. تمام، انا هكمل كل كميه البرتقال كده وارجع لكم تاني ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا يا حبايبي دلوقتي خلاص اهوت خرجت كل كميه البرتقال اللي عندي. هاخد دلوقتي طبق فاضي اهوت وهنزل فيه بس عشان يكون غويط بس معايا، اقدر ان انا ايه اقلب براحتي فيه واتحكم فيه. تمام، انا بخرطه صغير جدا، وبرده لما تيجي مرحلته كده انا هقول لكم انا مخرطاه صغير ليه. بصوا يا حبايبي دلوقتي خلاص اهوت هنزل بالسكر، كيلو السكر على 2 كيلو زي ما قلت لكم اهوت. سكر عادي، يكون سكر سنترفيش عادي اهوت. تمام، بس كده. كل اللي عليا اللي انا اقلبه كويس بقى، هخلي السكر كله يندمج في كميه البرتقال اللي عندي كويس جدا زي ما انتم شايفين. واعمل ايه بعد كده؟ هروح واخداه مغطيه الكيس بعد ما اقلبه كويس جدا، هغطي الكيس كده واركنه، يا اما من بالليل اعمل الحركه دي من بالليل لحد الصبح وبعدين اشتغل فيها، يا اما اللي انا اركنها لو عملتها بالنهار اقل حاجه 4 يعني 3 4 5 ساعات. كل ما تقعد في السكر يكون احسن، لان البرتقال هيضرب معاك وينزل كل العصار والسكريات بتاعته، وهيبقى جوسي وهيبقى لازق كده وطري وهيبقى جميل جدا، والميه بتاعته هتلاقيها تقلت كده وبقت حلوه قوي، وهتديكي طبعا نتيجه افضل. كل ما يتركن يديكي نتيجه افضل. فانا دلوقتي اللي انا هاخده اركنه شويه على حسب ما وقتي يسمح، واشوف الفيديو كده وهقول لكم طبعا. لكن انتوا لو عملتوه 3 4 ساعات لو بالنهار، ويستحسن تعمليه من بالليل وتسيبيه لحد الصبح وبعدين تشتغلي فيه. وطبعا الليمونه احنا مش هنستخدمها دلوقتي، انا هقول لكم هنستخدمها امتى. تمام، يبقى انا هغطيه واركنه شويه بس كده. بصوا حبايبي دلوقتي بعد ما ركننا خلاص البرتقال المتقطع اللي عليه سكر، ركنته في التلاجة بصراحة من بالليل لحد الصبح. عملته كده بصراحة، ما غيبتوش في التلاجة 3 4 ساعات، لا عملته من بالليل. غطيت الطبق اللي كان فيه البرتقال بالسكر ده، غطيته من بالليل لحد الصبح واشتغلت في المربى. على فكره دي مش الكميه بس اللي طلعها ال 2 كيلو برتقال، لا انا كمان عامله علبتين كمان في التلاجة، بس وريت لكم بس العينه ديت منها. طبعا انتوا تكتروا فيها زي ما انتوا عايزين. بعد كده انا اخدتها بعد ما نقعتها كده من بالليل لحد الصبح، اخدتها في حله نظيفه على النار، هديت عليها النار خالص وخدت ودت مع نفسها كده. كل بس ما تطلع معاكم الريم تروحي شايله الريم دهوت وترميه. وبعد كده في مرحله الغليان، بس اهم حاجه علشان المربى عمرها يطول معاكي في التلاجة وتفضل محفوظه معاكي، اللي انت كل ما تعمل ريم تطلعي الريم تشيليه ترميه، وبعد كده تعصري عصره ليمونه، وبعد كده بتسيبيها تعقد بقى معاكي وتبقى شكلها بالطريقه الجميله اللي انتوا شايفينها ديت. عايزاها قطع، انا عايزاها تقيله كده، ممكن تضربيها في الخلاط لو انت عايزاها انعم من كده، او بالهاند بلندر اللي انت تعمليها بيه علشان تطلع ناعمه خالص وطريه. لكن انا عن نفسي بصراحه القوام ده عايزاه. شايفين القوام بتاعها ما شاء الله عليها؟ شايفين؟ والله احسن من الجاهزه كمان 100 مره. حاجه نظيفه وجميله من غير مواد حافظه ولا اي حاجه. الماده الحافظه اللي احنا مستخدمينها حاجه طبيعيه اللي هو الليمون والسكر زي ما انتم عارفين. فيا رب تعجبكم الوصفه ديت. معلش انا ما عرفتش اعمل المراحل ديت معاكم بس علشان كان في عندي عطل في الموبايل وكده. بصوا يا حبايبي انا قلت لكم اهي عايزين تضربوها في الخلاط انعم من كده عشان تبقى ناعمه معاكم. تمام، عندك الهاند بلندر عايزه تعملي بيه افرميها بيه عادي خالص. لكن انا بالنسبه لي استكفيت بكده خالص، ولا ضربتها في الخلاط ولا عملتها في الهاند بلندر ولا اي حاجه. انا استكفيت بيها كده، خدت القوام والشكل الحلو ده. بس اهم حاجه ما تعصريش الليمون من اول ما تحطيها على النار، لا بتهدي عليها النار، وكل ما تعمل ريم تشيلي الريم الابيض اللي بيطلع منها ده، وبعد كده بتعصري الليمونه بتاعتك. تمام، بس تكون طبعا نضيفه وما فيهاش اي بذره. لو نزلت بذرايه واحده من الليمون هتمرر معاكي المربى. تمام، طبعا احنا بنعملها في البيت لان قلت لكم حاجه نظيفه حاجه صحيه زي ما انتم شايفين اهيت ما شاء الله عليها. والله جميله جدا جدا، وفعلا مطلعه لي كميه حلوه جدا جدا. وكمان بصراحه انا اكلت منها ما استحملتش الصراحه، ما قدرتش اقاومها. كل كمان الميزه الحلوه اللي احنا بنعمل المربات في البيت، موسم الفاكهه بيكون موجود. يعني مثلا البرتقال الموسم بتاع، الفراوله الموسم بتاعه، فاحنا بنختار الفاكهه اللي بتبقى موجوده في المواسم اللي بتنفع تتعمل مربات وبنستخدمها وبنعملها. قلت لكم حاجه نظيفه حاجه سهله حاجه ممتعه، تنفع للفطار تنفع في عشاء، مغذيه جدا جدا للاولاد.
وللكبار وللصغيرين بصراحه. كمان انت بتختاري التفاحه بتاع ده، بتختاري الثمره او النوع المربى، سواء برتقان، فراوله، موز، التفاح، الحاجات دي، الجزر. بتختاري الحاجات ديت قدام عينيكي، انت منقياها بايديكي وعارفه جودتها، عارفه انت جايبه حاجه نظيفه، حاجه مثلا متوسطه مثلا في السعر والكلام ده، وتكون حاجه على قد ايديك وحاجه نظيفه انت منقياها كويس. فلما بتيجي تاخدي تشتغلي فيها بتاخدي طبعا اجود حاجه وانضف حاجه منها واطعم طعم طبعا. فدي كانت وصفتنا النهارده، مربى البرتقال. ان شاء الله تعجبكم باذن الله. هنعمل مربات كتير مع بعض، هنعمل حاجات كتير جدا جدا، هنعمل الفراوله، هنعمل موز، هنعمل التفاح كمان، وهنعمل الجزر، هنعمل ميكس مربات. ان شاء الله انتظروني في فيديوهات احسن واحسن. وانا قلت لكم اهوت كل التفاصيل بتاعتها، وانا ما ضربتهاش، ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه، ما تستعجليش عليها. وعلى فكره بتقدري ان انت تتحكمي في طبعا السكر كمان اللي انت عايزاه. بس انا هقول لكم بصراحه الصح في المربات قاعدة تمشي عليها، ال2 كيلو برتقان او اي نوع بقى انت عايزه تعمليه من المربات بياخد كيلو سكر. اي نوع من الحاجات اللي انت عايزه تعمليها مربى، فراوله، تفاح، جزر، برتقان، الكلام ده كله، ال2 كيلو بياخدوا كيلو، الكيلو بياخد نص كيلو سكر. تمام. اتمنى يا رب تكون الوصفه عجبتكم باذن الله، وتكون سهله معاكم. توطي النار عليها تقليب مستمر، تشيلي الريم، تعصري الليمون علشان ما تتلسعش منك من تحت، تهدي النار خالص. تمام. يلا ما تنسوش لايك ومشاركه الفيديو مع اصحابكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله، مع الف سلامه.